ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده ميعادنا مع فيديو جديد، وهو طريقتي في تنظيم وترتيب وجبات للشهر كله من الفراخ. الوجبات دي انا ببقى حطاها وعاملاها مسبقا كده في جدولي، ببقى عارفه انا هعمل ايه ومحتاجه ايه. علشان كده انا بدعوكم انكم تشوفوا الفيديو بتاع طريقتي في ترتيب جدول لاكلات الشهر. هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو هنا. وفي فيديو اللي فات على طول اللي نزل قبل ده هو عن طريقتي في تنظيف الفراخ، وان شاء الله تعجبكم. النهارده انا هقول لكم فكرتي وطريقتي في ترتيب الفراخ، ترتيب اكلات من الفراخ. طبعا انا مش بقولك اعملي ايه، بس انا بوريكي فكرتي، وكل واحده اكتر واحده اضرب بيتها واستهلاك بيتها من الوجبات عامل ازاي، وكل واحد ليه طريقته وتنظيمه. فانا بديكي فكرتي، يا رب تعجبك، وحتى ولو هتاخدي فكره صغيره منها انا كده اكون ساعدتك في حاجه. بصوا كده، مبدئيا دول نتاج 3 فرخات. انا بنزل بشتري من عند الراجل 3 فرخات، منهم واحده بلدي، دي اللي هي موجوده صحيحه، دي بلدي. دايما بجيبها بلدي عشان جوزي شويه بيميل ليها بلدي. لو هحشيها وهطبخ عليها يعني طبيخ خضار او كده، فدي فرخه بلدي، دي هحشيها فريك وهنطبخ عليها مثلا ملوخيه او حاجه تاني. تمام. وبعد كده بطلب منه كمان فرختين تانيين، بس فرخ بيضة عادية. الفرختين دول بطلب منه يعمل ايه؟ بطلب منه يخلي لي الصدور بتاعتهم، يعني هيقطعهم لي كل فرخة 4/4 ويخلي الصدور بتاعة الفراخ. تمام. ده نتيجة فرختين. هو دايما يقول لي بقى ايه يا مدام، عشان يطلع منها بانيه لازم الفرخة تكون كبيرة شوية، يعني ما ينفعش مثلا فرخة 1.5 كيلو، مش هتطلع بانيه كويس. فممكن الفرخة تبقى 2 كيلو الا ربع، حلو شغال قوي. بصوا دي نتيجة فرختين. ادي البانيه، ثواني بس اصفيها من المية لان هما لسه مغسولين. دي اهي نتيجة فرختين. بصوا انا مش عارفة ما عدتهمش بصراحة. هعدلكم واقول لكم النتيجة. مقطعهم بانيه، وانا بحب تقطيعه وسط، ولا تقطيع تخين ولا تقطيع رفيع، علشان تبقى الفراخ مظبوطة. بعمل بيهم ايه بقى؟ البانيه دي ممكن اقسم على حسب العدد. هو في الغالب بيطلع تقريبا 8 كيلو بانيه، عدد كيلو بانيه، يعني نفس العدد يعني او الكمية. ينقص حته يزيد حته، يبقى في الرينج ده. انا بطلع منهم بالعدد البانيه اللي انا هعمله، وممكن اعمل منها كمان شاورما، ممكن اعمل منها فاهيتا، ممكن يطلع معايا قطع افرمها زي مثلا زي الحته دي كده اهي. الحته الموزه دي مش بتبقى حلوه في البانيه، بتبقى تخينه شويه، فدي اوقات افرمها وبعمل بيها ناجتس. وفي مره ان شاء الله هعمل لكم الناجتس، الفراخ الناجتس انضف واسهل واروع بكتير من اللي بتجيبيها من بره، اللي احنا مش عارفين هي اصلا فراخ ولا نظامها ايه. بتنفعني جدا في سندوتشات المدارس، وممكن في عشاء، ممكن كمان في غدا مع طبق مكرونه. يبقى انا ممكن اطلع من دول وجبتين او 3 على حسب العدد. دول كمان الكبد والقوانص والقلوب بتاعت ال3 فرخات. هيبقى عندي 3 كبد و3 قوانص و3 قلوب. دول بعمل ايه؟ بكيسهم وبحطهم في الفريزر للمره الجايه اللي هجيب فيها فراخ، بحطهم عليهم، فبيبقى عندي كميه بعملهم في طبخه. ممكن يعملوا اعملهم في برام مع رز بالكبد والقوانص. ممكن كمان اعملهم اقطعهم واعملهم شاورما، وممكن اعملهم بدبس الرمان، ليهم اكتر من فكره. في كمان الفراخ سوري الوراك دي هنا انا يعني اهي، ده شكل الورك اهو. ده انا خليت الراجل كمان يخليهولي، علشان هعمله حمام كداب، وهنعمله مع بعض ان شاء الله بعد ما نضفناه وظبطناه اهو. الوراك دول 4 وراك. ممكن كمان ما اعملوش حمام كداب، لو هعمله اوقات بحب اعمله ايه، اتبله بالملح والفلفل والبصل والطماطم، بضربهم كلهم في الكبه وبحطهم فيهم من بالليل. احط فيهم الوراك، بس ببقى شايله الجلد. انا ما بحبش اخد الفراخ بالجلد، بس دي انا مضطره ليها علشان الحمام الكداب يتلف معايا. تمام. لو هعملها في الفرن بدخلها في الفرن بعد الخلطه اللي انا بقولها دي، وبناكل جنبها اي حاجه. بتبقى جميله جدا من غير الجلد. ادي كمان وجبه. فضل عندي كمان هنا، بصوا الجناحات، وهو مش شايلها من الهيكل العظمي، الهيكل بتاعها مش فاصلها، حاجه من 2، وسايب معاها اهو الزور بتاع الفرخ. تمام. وفي كمان جزء اللي
هو باقي، انا وريته لكم في الفيديو بتاع التنظيف، جزء اللي هو باقي الورك، عارفين الحته اللي هي دي اللي احنا نضفناها مع بعض، اللي هو الجزء ده انا شايفه فيه لحم اهو، شايفين فيه لحم، فانا استحرمت ارميه. هعمل ايه؟ اوقات باخد الجناحات دي زي ما بقول لكم بعملها في صينيه مع دبس الرمان، وممكن مع صينيه بطاطس، هنتصرف. واوقات ده الجناحات لوحدها، واوقات اخد الجزء التاني ده اللي هو فيه الهيكل العظمي، فيه هنا هيكل اكبر شويه اهو، الجزء ده اللي فيه الهيكل العظمي ده بسلقه مع ملح وفلفل وحبهان وورق لورو، وبعدين باخده او اخليه وهو ني واحطه مع الجزء اللي هاخده من هنا للناجتس او لكفته الفدا. انا شايفه فيه لحم اهو، شايفين فيه لحم، فانا استحرمت ارميه. هعمل ايه؟ اوقات باخد الجناحات دي زي ما بقول لكم بعملها في صينيه مع دبس الرمان، وممكن مع صينيه بطاطس، هنتصرف. واوقات ده الجناحات لوحدها، واوقات اخد الجزء التاني ده اللي هو فيه الهيكل العظمي، فيه هنا هيكل اكبر شويه اهو، الجزء ده اللي فيه الهيكل العظمي ده بسلقه مع ملح وفلفل وحبهان وورق لورو، وبعدين باخده او اخليه وهو ني واحطه مع الجزء اللي هاخده من هنا للناجتس او لكفته الفراخ. فانا هنا بطلع كمان ممكن اطلع وجبتين من هنا. الحاجات دي انا ببقى مرتباها. بصوا 3 فرخات عملوا لي كام وجبه؟ دي وجبه اهي هيتطبخ عليها، ودي مره ودول مرتين ودول مرتين ودول مره. تمام. في الفيديو بتاع ترتيبي في اكلات الشهر هيفيدكم جدا، روحوا شوفوه، شوفوا توزيعة الفراخ والوجبات فيه عاملة ازاي، هتفيدكم قوي. الحقيقة مريحني جدا ان ابقى محددة من اول الشهر انا هاكل ايه وهشرب ايه طول الشهر، وبالتالي بعد ما بوزع الوجبات بفنط بقى من الوجبات دي الطلبات اللي انا محتاجاها. فمثلا انا كنت الاول قبل ما امشي بالنظام ده كنت بنزل السوق اشتري كل الخضار اللي موجود قدامي، وانا دماغي مش مترتبه، والاقي خضار دبل عندي في التلاجة وبرميه. طبعا اولا حرام، ثانيا حرام جدا مع الاسعار اللي احنا فيها دي، يعني نجيب حاجه وما نستخدمهاش صح. علشان كده زي ما بقول لكم برتب جدولي من الاول، ببقى عارفه انا محتاجه ايه، وبعمل كل الاكلات اللي الولاد بيحبوها. بعمل كنتاكي، نسيت اقول لكم ان انا اوقات من الوراك دي باخد الدبابيس واعملها كنتاكي. تمام. والباقي الجزء التاني ممكن ناكله في وجبه كمان. في افكار كتيره قوي تقدري تطلعيها من الفراخ غنيه جدا وفيها ثراء كده في الافكار تقدري تطلعي منها. اعتقد كده ان انا خلصت كل الافكار بتاعتي في الفيديو ده، يا رب اكون فدتكم. وانا عايزه اسمع اقرا تعليقاتكم تحت الفيديو، لو حد عنده معلومه اضافيه يضيفها لي، هستفيد منكم جدا طبعا. ولو حد استفاد اي معلومه من الفيديو بتاعي برضو احب اسمع تعليقاتكم، ده بيشجعني وبيرفع من معنوياتي جدا، بيخليني اقدر اكمل ان انا اي خبره عندي او اي افكار عندي انقلها لكم بمنتهى السهوله والسلاسه. في فيديوهات مطلوبه مني انا مسجلاها، انا بقول لاصحابها ما تقلقوش، انا بسجل الاسم بالطلب بتاعه، كل حد احتراما وتقديرا ليكم طبعا. استنوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه تباعا. يا رب افكاري النهارده تكون عجبتكم، استنوني في فيديو جديد. باي باي.